هو السردين 5 دراهم ماشي 7 دراهم وحده البحر. كيلو ديال السردين ديال 25 درهم وانت جاي باغي تشري كيلو ب 4 دراهم اخويا باش تهربوا ليا ولا كتصاحب داك السيد هبيل ولا اودي. أسعار سمك السردين وفق منصات التواصل الاجتماعي السردين داير 5 دراهم. ماذا عن نبض السوق؟ ماذا عن أسعار سمك السردين اليوم في أكادير مثلا؟ المهم الاخوان كاملين شفنا مول السردين اللي دار ضجه مؤخرا مجرد انه كيبيع السردين ب5 دراهم وكيقول باللي هامش الربح ديالو اللي هو درهم، والشعب كامل باللي فهم ان المشكله في هذوك الناس اللي كيبيعوا لنا السردين، بمعنى الناس كيشريوه بواحد الثمن ولكن الهامش الربحي ديالهم كيكون عالي، بمعنى دوك البياعه والشرايه كيشريو السردين مثلا غير بواحد 2 دراهم ولا 3 دراهم وكيبيعوه للناس ب 20 ولا 25 درهم. حتى جا مول السردين المراكشي وقال لهم انا كنبيع السردين غير ب5 دراهم وهامش الربح ديالي غير درهم. المهم الاخوان ما نطولش عليكم اكثر في التفاصيل. الا كنتوا الاخوان اول مره كتشوفوا القناه ديالنا ما تنساوش يا اخوان ديروا لنا واحد الاشتراك. كاين ناس الاخوان اللي ما كيعرفوش يديروا اشتراك، هانتوما الاخوان الا كنتوا كتفرجوا في هذا الفيديو هذا غادي تلقاو واحد الخاصيه هنا مكتوبه فيها اشتراك، تكليكيو هنايا الاخوان تم الاشتراك، تكليكي هنايا الكل باش يوصلكم ديما الجديد. المهم الاخوان مول السردين دار ضجه صراحه كبيره وطلع الترند وبزاف ديال الصحف كتدوي عليه لا العربيه لا هيسبريس، ولكن بطبيعه الحال الاخوان الشهره ماشي سهله وبطبيعه الحال غادي يطلعوا بعض الناس اللي كيبيعوا الحوت ب 20 درهم غادي يحاربوه ولكن بالطرق ديالهم هما. هذاك راه دايرهم غير فخ، هو راه تيربح 100 ريال في الكيلو. دابا مع السوشيال ميديا الانسان خاصو يفهم الناس دابا تيقولوا 100 ريال هو دابا تيقول الناس 100 ريال الكيلو وراه تيربح 100 ريال ولكن تيضرب كونتيتي. دابا مثال انت دابا جبتي واحد 300 كيلو ولعبتي على 100 ريال عرفتي شحال هذه 1500 درهم. 1500 درهم راه تبارك الله هذاك السيد تبارك الله هذاك خدم الذكاء الاصطناعي. انا بحال لا ماشي الهضره، خاص انسان خاصو يمشي يتقدى ويمشي يحضر. اما وسائل التواصل كلها فيها لي بياج وكلها فيها التخلويض. انت كصحفي راك عارف هذا الشيء. الانسان باش يوصل لواحد المبتغى خاصو يدير شي تقنيات باش يوصل. هو عنده ربح غير في التيك توك قلت له والو، ولكن بالنسبه خويا الحوات هاد الناس هادو زايدين علينا بزاف. ودابا داك السيد اللي في مراكش كيبيع لهم السردين ب 100 ريال 80 ومره 1000 فرانك، منين كيجيبوا؟ واش زارعوا في السطح هذاك ولا شناهو؟ ما فهمتش، زارعوا في السطح ولا داير شي كواريوم في الدار كيولد الحوت وكيكبروا ويعلفوا ولا ما فهمتش اخويا انا والله. ملي تيقول 5 دراهم البحري دابا اللي نفريت دابا هاد البحريه ملي تيقول 5 دراهم البحريه اش غادي يشيط لهم الا كانوا تيخرجوا ب 10700 درهم للطون ديال المازوت الليل كله هما تيصيدوا وجايبين 8 صنادق 10 12 صندوق. بشحال غادي يبيعوا الصندوق؟ اش غادي يديروا هما في الباي؟ شحال غتجيهم في الباي؟ فهمتي كيفاش؟ زيد الصير ديال لاكلاص، زيد السيت، زيد بزاف ديال الحوايج. هو هذا مول الشيش اش يشيط ليه؟ ما كاينش 5 دراهم، ما بقاش هذه ديال 5 دراهم. اللي قال هذا 5 دراهم يورينا من عند من ياخذ هذا الحوت بشحال. شو على الكاشطي بشحال دابا؟ المهم الاخوه اللي فهمنا من هذا السيد هذا هو انه كيكذب، حيتاش الا كان فعلا صادق وهذا الشيء هذا اللي كيقول بصح كاين، بمعنى مول السردين المراكشي اللي كيبيع ب5 دراهم راه ما عنده لا هامش ربح لا حتى شي حاجه. شوفوا السوق المركزي ديال عين الرحمه ونشوفوا السردين شحال داير ومن بعد غادي واحد فيديو في المرسى. كيفاش عاوتاني هذا السيد هذا كيقول لك انه حداهم البحر ولكن السردين ما كيديرش 5 دراهم. اذا هاد مول السردين المراكشي شنو اللي خلاه يبيع السردين ب5 دراهم؟ وكاع الحوات اتفقوا على ان السردين ما دايرش ب4 دراهم، بمعنى ديك السيد الهامش الربح ديالو اللي هو غير درهم. واش فعلا هاد المراكشي باغي غير البوز؟ وكيف طلعوا بعض الحوات كيقولوا انه باغي يطلع غير الكونت ديالو في اليوتيوب، واخا بين قوسين هو ما عنده حتى شي قناه في اليوتيوب. المهم الاخوان من بعد هاد الضجه هذه كامله كانوا منعوه باش انه يشري الحوت مجرد انه كيبيع للشعب ب5 دراهم. ولكن صاحب الجلاله دخل في هذا الموضوع هذا باش يخليو السيد يبيع. الجهه التي يمثل صاحب الجلاله قال لي افتح المحل، ما كاينش اللي حبسك ولدي وعطي المساكين ياكلوا
ودير داكشي اللي خاصو يدار لسلامة المواطن. وراوني هذوك الناس اش خاصني يدار، هما ما قالوا لي ما غلقناش لك، حنا بيناك نوريوك اشنو يدير لسلامة المواطن. هما المؤسسة ديال الدولة بغات كلشي ياكل الحوت، هما ماشي ضد المواطن. انا بعد ما عرفت انهم مع المواطن 100%، وانهم غير مواطن، كان فقير كان غني كان يتيم كان كلشي ياكل الحوت، كلشي ياكل الحوت. وعاش الملك وشكرا للمغرب. جاني استقبال من الوالي، كان استقبال محفز ومدعم لشاب ذو 21 سنه باش يعطي الناس انهم ياكلوا الحوت. كيفاش يسالي ب5 دراهم، كيسالي ب5 دراهم 2 كيلو ب 120. وانت هذاك المش اللي كيبيعوه كيقول ب 700 ريال، انا راه دايره 560. وكونجلي غادي يبيع تماكين، عنده الرباح. هو واش عنده الرباح؟ عنده الرباح في المش، وعنده الرباح في الحوت الاخر. والسردين وخا ينقص منه 2 دراهم، هو باغي يلبوس، باغي يدير الشين ديالو، وتبارك الشين ديالو طلعات. بالمناسبة الإخوان، هو راه ما عنده حتى شي قناة في اليوتيوب، وهذا راه ماشي أول واحد كيطلع كيقول هاد الهضرة هادي، وكاملين اللي ضد هاد السيد هذا كاملين حافظين نفس السكريبت وكيقولوا هاد الهضرة هادي، بلي أنه كيقلب غير على البوس. واحد قال لك اسيدي البحر حدانا وهاد الثمن كاع ما كاين، واحد كيقول لك باغي يطلع غير الشين ديالو. بمعنى اللي فهمناه هاد الناس هادو، مول السردين كيبيع بالخطيه. هادشي اللي فهمنا من هاد الناس هادو، باش انه يدير البوس. هو راه كيكذب على المواطنين، والله الامان واجي هو كيكذب علينا. نهار جا هو الكازا ما داش السردين كاع، علاش ما داش؟ دير 50,000 فرانك جاب الصباح وما شفتوش. باش هو راه كيكذب على المواطنين، والله لا كيكذب على المواطنين بالرب. ها هو دابا السيد هذا كيحلف بالله باللي انه كيكذب غير على المواطنين، وان هاد الثمن هذا كاع ما كاين. اذا شنو هو السبب اللي مخلي هاد السيد هذا يبيع السردين للناس ب5 ديال الدراهم ولا هي ب4 ديال الدراهم؟ عطيونا غير شي اجابه مقنعه. بالنسبه لهذا السيد هذا اللي تيدوي على السردين 100 ريال، والله لا لقاه ولا كنتحداه ويجيبوا ويبيعوا لنا هنا ب 100 ريال، حنا ناخذوه من عنده. المهم الاخوان، باش ما نسبوش هاد الناس هادو، وكيف قلت لكم قبيله نتكلموا ونتحاوروا باحترام. دابا هاد السيد هذا كيحلف بالله باللي ان هذيك الثمن كاع ما كاين. اذا شنو اللي مخلي هاد السيد هذا يبيع هاد الحوت بهاد الثمن هذا؟ وها هو هاد السيد هذا طالع على المباشر وقال لك نعم سيدي انا كنتحداه يجي ناخذه من عنده انايا بديك الثمن. كيلو ديال السردين ديال 25 درهم، وانت جاي باغي تشري كيلو ب4 دراهم اخويا، باش هربوا ليا ولا كتصاحب داك السيد هبيل ولا اودي قول لك السردين ب4 دراهم وكتاخذو من عنده اخويا. فاط السردين وما بقاش داير 4 دراهم وانت باغي كيلو ب4 دراهم. راه سرك تاكل الجيفه انت، ما سرك راه سرك تاكل حتى الجيفه انت. مني السردين داير 20 درهم وانت باغي تقداه ب4 دراهم. طولانطي انت واعر مزق واو 4 دراهم تشطر. المهم الاخوان، من بعد ما انتقدوا الياس المالكي، بزاف ديال الناس تهجموا على الياس المالكي. هاد الناس هادو كاملين اللي انتقدوا الياس المالكي غادي يرجعوا كيعطيوه التحيه. علاش؟ لان هاد مول السردين اللي كيبيع السردين ب4 دراهم. وباش نختموا هاد لا فيديو هذا ديالنا، طلع في واحد التصريح كيقول للناس انا راني كنبيع ب4 دراهم ولا ب5 دراهم على حساب السوق. السوق بعض المرات كيكون طالع وبعض المرات كيكون هابط. بمعنى هاد الثمن ديال 4 دراهم ولا 5 دراهم اللي كيبيع به هو، ما يمكنش السوق يكون طالع والحوت داير مثلا بواحد 20 درهم، هو غادي يشدو غادي يشريه ب 20 درهم وغادي يبيعوا الناس ب4 دراهم ولا 5 دراهم. نشوفوا الفيديو ديالو عاد نكملوا. الحقيقه تاع بيع السردين ب5 دراهم راه فري، ولكن كاين بعض المرات السوق تيطلع وبعض المرات السوق تيهبط. بما انني انا درت الفيديوهات، راه داروا هذوك الفيديوهات في الفتره اللي فيها السردين هام، داكشي علاش بان انا. اما قبل راه كان تيتباع ب25، تا انا عندي 30 عادي. دابا فهمتوا الاخوان، هو كيصرح بطرف لسانه ان هذيك راه غير واحد الفتره كان كيصور فيه هذوك الفيديوهات اللي كان فيها السوق طايح، والمغاربه تعاطفوا معاه وصدقوا هذاك الكلام ديال ان السيد راه كيبيع الحوت ب5. اخوان راني ماشي ضد هذا السيد، انا راه مجرد واحد اليوتيوبر كندير فيديوهات كناقش مواضيع، ماشي انا اللي كنقول هذا الشيء هذا، هو اللي كيقول هذا الشيء هذا. الا بغيتي كاين شي سبان شي تعاليق ماشي حتى تما ما تهضروش معايا انايا. هو دابا بطرف لسانه كيصرح وكيقول باللي انه هذوك الفيديوهات اللي داروا في ديك الفتره اللي
في واحد الوقت كان السوق طايح على ديك الشيء كان كيبيع ب5 دراهم. هو قال على طرف لسانه، هو قال لك سيدي حتى هو كان كيبيع ب30 درهم وحتى هو كان كيبيع ب25 درهم. بمعنى راه لا يعقل انه مثلا كيمشي كيشري الحوت بواحد 23 درهم ولا 20 درهم ويجي انت يبيعوا لك بالخطيه ب4 دراهم ولا 5 دراهم. يعني في الوقيته اللي كان كيبيع الناس ب5 دراهم راه كان السوق طايح. السيد كان كيبيع الحوت ب4 دراهم ولا 5 دراهم، هامش الربح ديالو اللي هو درهم في واحد الفتره اللي كان السوق فيها طايح. وهذوك الحواته بالنسبه لي انا راه ماشي هاجموه، هما راه كيهضروا معاه غير بالمنطق، وتا هما هذيك هي الحرفه ديالهم. الناس هذوك الناس كيحلفوا بالله باللي ان ديك الثمن كاع ما كاين. زيد على ذلك فاش انتقدوا الياس المالكي بزاف ديال الناس هاجموه وحاربوه، ولكن من بعد الناس كاملين رجعوا للهضره ديال الياس المالكي وبداو كيتفقوا معاه عليها. المهم الاخوان حد هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما تنساوش الاخوان نتوما تخليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات، ولو وصلتوا الاخوان لحد النهايه ديال هذا الفيديو هذا ما تنساوش يا اخوان نعاود نذكركم، ما تنساوش يا اخوان ديروا لنا واحد لايك وديروا الاشتراك وفعلوا الجرس خاصكم ديما الجديد. السلام عليكم.